يا مساء الخيرات أصدقائنا على الانستجرام. أهلا بيكم في لايف جديد عن البندول وسنينه، بندول وحكاياته، بندول وعفاريته. طبعا منتظر تعليقاتكم وكل استفساراتكم عن البندول. ودايما بنحب في البداية ننتظر لغاية لما كل الأصدقاء ينضموا لينا، فخلونا ننتظر. خد الايباد ده. خلوني اتابع معاكم لايف. كلامنا هيبقى كلام عن البندول وكيف يعمل البندول. عارفين ان الناس كتير جدا عندها دايما بيبقى عندها تحفظ على البندول وعلى قياساته وعلى عليه هو كله على بعض كجهاز. ناس بتقلق منه دايما ودايما عليه تحفظات. طبعا يعني اعتقد انه زيه والجميع يدرك ذلك، يعني زيه زي كل تطبيقات الطاقه الحيويه. كل تطبيقات الطاقه الحيويه في الحقيقه عند الناس وهي بتتعامل معاها من دايما منظور حذر وقلق وخوف كده شويه. فمين فيكم عنده نفس المخاوف والقلق دي؟ يعني احب اسمع منكم واسمع مشاركاتكم. البندول وايه اللي بيحركه؟ طيب خلوني اتكلم معاكم شويه الاول عن البندولات دي ظهرت فين وحكايتها ايه. بس خليني الاول احكي لكم حكايه لطيفه كده وتجربه دايما بحكيها لكل اصدقائنا في حكايتي انا مع البندول. حكايتي مع البندول كانت حكايه اعتقد معظم اصدقائنا اللي ممكن يكونوا بيتابعونا النهارده. انا رحت مره في مكان وبعدين لقيتهم بيتكلموا عن قياسات الطاقه الحيويه. طبعا في هذا الوقت انا كنت شخصيا اول ما تذكر كلمه الطاقه الحيويه ضحك بس، يعني تريقه بس. ولما لقيت بقى كمان جايبين هذا البندول، هذا الكائن العجيب، وعمالين يبخروا بيه، كنت بقول لهم دايما انتوا بتبخروا بيه. اول ما لقيتهم بقى ده انتوا كمان مش مجانين، ده انتوا مجانين برخصه. يعني مش بس بتقولوا ان في طاقه حيويه، ده انتوا كمان بتقيسوها، يلا مجانين. فكان دايما المعنى او المشهد اللي يظهر قدامي في الحاله دي هو مشهد انه يا عم بيحركوه بايديهم البتاع ده، يعني ده اكيد كده، يعني هم بيعملوا كده يعني زي اللي بيبخروا بالظبط. وكنت دايما بتعامل مع الموضوع من منطق السخريه، لغايه لما احد الناس الاصدقاء يعني اللي كانوا مؤمنين بالفكره قال لي طب ما تجرب. وانا بالنسبه لي اللي بيقول لي دايما طب ما تجرب ما بقدرش اقاومه يعني، وما اقدرش اجادله وما اقدرش انكر عليه. فتمام يلا بينا نجرب. كان ساعتها في شكل هرمي محطوط موجود على الترابيزه. قال لي امسك البندول وحطه، امسكه بس كده وهزه، يعني زقه قدام لورا كده، وخلي الشكل الهرمي موجود تحت ايدك بس وما تعملش حاجه. ف عملت اللي هو قال لي عليه، حطيت الشكل الهرمي وزقيت البندول قدام ورا، واذ فجاه البندول لف لوحده. ف
عايز اوصف لكم، عايز اوريكم بالظبط المشهد اللي حصل. رحت عامل البتاع ده كده من ايدي وقلت بسم الله الرحمن الرحيم بالظبط. واعتقد ده الحال بتاع معظم الناس اللي بيتابعونا. واستاذن الشباب يدوني بس لو في عندكم اي اسئله او استفسارات، تدوني يا شباب ادوني الكومنتات لو في اي اسئله او استفسارات من اصدقائنا على الفيسبوك، او ممكن تفتحوا لي ده على اي اكونت تاني، يعني اي اكونت تاني بس يكون شغال عليه انستا عشان اتابع من عليه الكومنتات. فكنت بقول لكم انه مجرد ما حطيت، يعني ما جاب لي الشكل الهرمي وقال لي هز كده وبعدين لقيته بيتحرك، ف اتخضيت فعلا يعني. حتى عملت محاضرة، يعني اللي يحب يتفرج عليها موجودة على صفحتنا على الويب سايت بتاعنا، اسمها تهتز كأنها جان. وفعلا لما لقيت البندول بيتحرك انا حسيت فعلا انه لا، انا ما حركتش حاجه، اكيد البتاع ده فيه عفريت يعني. ما هو في قوانين الفيزياء كل فعل له مؤثر، يعني كل حاجه ليها يعني كل فعل ليه فاعل. فمش طبيعي ابدا ان انا امسك في ايدي البتاع ده ازقه كده يقوم يتحرك لوحده، يعني لا، ما يعني مش منطقي، مش قادر اتخيل انه ده ممكن يحصل، انه يشتغل لوحده. وبعدين موضوع خدني بقى، يعني لفت نظري، وفي الحقيقه كان البندول سبب من اسباب، او واحد من اسباب تصديقي لفكره الطاقه الحيويه. الطاقه الحيويه لكل اصدقائنا يعني هو معنى دايما كواليتيتيف، ودايما معنى في الاوساط العلميه بيتهم بانه ده نصب او دجل او اي كلام فارغ يعني. فكان البندول واحد من الاثباتات اللي خلتني انا في الحقيقه مؤمن بفكره حتى الطاقه الحيويه. بعد اللحظه دي لا، بدات ابص له، يعني انا عايز افهم بقى ايه القصه دي. وبالتالي كان عندي فضول شديد جدا اقرا عن القصه دي. وبعدين اول ما بدات اقرا، ودايما بقول لاصدقائنا يعني ان الانسان دائما عدو ما يجهل. فاذا كنت جاهل بموضوع فدايما الحل انك تروح تقرا عنه، تشوف، تتفرج. طبعا يعني في هذا الزمان مفيش اسهل من انك تتعلم عن حاجه او تقرا عنها او تشوف ايه اللي وراها. فبدات ادور على الحكايه ورا هذا البندول العفريت اللي بيهتز كانه جان، اللي بيتحرك، اللي بيمشي لوحده. فاكتشفت انه هو جهاز قديم جدا، وانا اعني كلمه جهاز دي لانه وانا مؤمن جدا بقدره المصريين القدماء وبحكمتهم واثق فيهم تماما. فمن الحاجات اللي لاحظتها وشفتها انه صور كانت موجوده في المتحف المصري اللي كان في التحرير بقى زمان، وكان في سيكشن كده لحاجات اكيد الجميع شافها، يعني حتى هي دلوقتي اتنقلت في المتحف المصري الكبير. حاجات شبه كده على فكره، هي على فكره ده واحد منهم، يعني لو حد فيكم راح هيلاقي الشكل ده، لان ده بندول فرعوني اصلا. ده بندول فرعوني. فلو اي حد فيكم راح دلوقتي هيلاقي فيه منه مجموعه بندولات ذهبيه ونحاسيه ومن الاحجار، وفي ساعات هتلاقوا منها حاجات من الخشب زي ده كده. ودي كلها اكتشفت انها كان يستخدمها المصري القديم. كان بيستخدمها في ايه؟ المصري القديم دايما كان بيبحث عن ادوات بتدله على حاجات كتير في الكون، يعني يدور مثلا، هو عايز يدور على المعادن، وعايز يدور على الذهب، وعايز يدور على الحديد، عايز يدور على الحاجات دي. وبالتالي هو ما عندوش ساتلايت ايمج، ما عندوش استشعار عن بعد، ما عندوش الحاجات دي. فكان بيستخدم هذه الاجهزه البسيطه. طيب بما ان المصري القديم كان بيستخدمها والحضاره المصريه حضاره علم، فالحقيقه القصه دي ادتني مصداقيه كبيره جدا في هذا البندول العفريت. ادتني مصداقيه انه الناس دي مش بتهزر يعني.
وانا لم اؤمن يوما ان الحضاره المصريه كانت حضاره سحر او حضاره تعاويذ او كلام الفاضي ده. بالعكس انا اؤمن دايما انها حضاره علم، وعلم رصين عتيد يعني. فلما لقيت افتكرت طبعا ان انا شفت الحاجات دي في المتحف قبل كده، وبدات اقرا عنها وعن علم اسمه علم الداوزنج. داوزنج ده هو علم التنقيب، البحث عن الاشياء الخفيه يعني. بدات بالميه، وكانوا زمان مرتبط دايما حتى في الحضارات الغربيه بالقديسين في الكنائس، لما كانوا بيحاولوا يدوروا على اماكن ابار الميه فكانوا بيستخدموا حاجات زي دي. اوروبا بقى كان بيستخدم فيها حاجات شبه كده، حاجات شبه هذه العصيان النحاسيه كانوا بيستخدموها كده، وهتلاقوها كمان اسمها داوزنج رود. لو حد فيكم حابب ياخد معلومات اكتر ويطلع على معلومات اكتر عن الموضوع ده، موجود على اليوتيوب وازاي بيستخدم. وطبعا احنا عندنا كورس البندول والقياسات الطاقيه بنشرح فيها الكلام ده باستفاضه يعني. فلقيت انه يعني مشهور جدا، سواء في الحضارات الغربيه القديمه، في الحضارات الشرقيه القديمه، عند الهنود موجود، عند الصينيين موجود، عند الاشوريين والفرس موجود، عند المصريين القدماء طبعا موجود. والتطبيقات بتاعته واضحه جدا انها بتستخدم للاستكشاف او للبحث عن الاشياء اللي ما اقدرش ادور عليها، ما عنديش ادوات ادور عليها غير هذا الجهاز. فقلت اذا في بقى في موضوع. فاذا كان هذا الجهاز يستخدم للكشف بقى عن المعادن، عن الميه، فازاي بيشتغل؟ لغايه لما لقيت توصيف في الحقيقه اثلج صدري وارحني، يعني طمني تماما الى الفكره. وهو بيتكلم على الحركه البندوليه دي كحركه فيزيائيه، حركه تردديه فيزيائيه. وفكرني برضو بقى فاكرين دايما واحنا في ابتدائي كده كان في حاجه اسمها الحركه التردديه، حركه البندول التردديه. لما فاكرين الساعات، كان في ساعات زمان كده فيها بندول بيتحرك يمين وشمال، وهذه الحركه التردديه احنا خدناها وكان اسمها حركه البندول في ابتدائي. كانوا بيتكلموا على انه دي ليها تردد، يعني ليها موجه، يعني ليها ويف لينس. وكان دايما بيحكوا على انه هذه الحركه التردديه ماشي، حلو قوي. في سؤالين لطاف جدا، خليني اكمل بس الحكايه بتاعتي وهرجع اجاوب عليهم. مش شغال ولا ايه؟ ايش ايه؟ لا مش بيظهر الاسئله فيه. طيب خلاص انا مش عايز غير الاسئله يعني. لا بس ما عادش ظاهر الاسئله يا حسن. ماشي، عظيم جدا. ماشي اوكي. عموما في اسئله الحقيقه قويه وجميله جدا، وسعيد بتفاعل اصدقائنا على الانستجرام فيه. فقالوا لنا بقى او فكروني بقى انه هذه الساعه البندوليه اللي كانت بتتحرك يمين وشمال، ودايما اتعلمناها واحنا صغيرين ان دي حركه موجيه، فاذا هذا الجهاز ليه مرجعيه علميه، ليه مرجعيه فيزيائيه كمان، انه بيشتغل بطريقه مرتبطه بالترددات، بالموجات. وهنا بقى خلاص الموضوع بقى بالنسبه لي يعني اقدر اتبناه من منظور علمي، واقدر افكر فيه، يقدر يدخل استيعابي يعني من منطقه علميه. ف لغايه طبعا يعني القصه بقى تعمقت فيها ودرستها عند يعني مدارس طاقه، يعني مش عايز اقول لكم اكتر مما تتخيلوا يعني، لانه في الحقيقه مدارس طاقه كتير جدا اللي بتتكلم على الموضوع ده، وكل مدرسه منهم بتاخده في اتجاه. بس انا كنت مايل جدا للمدرسه العلميه اللي هي بتتعامل مع البندول على انه جهاز فيزيائي، وبدات فعلا اشوفه على انه جهاز كل ما تطول الوتر بتاعه
كل ما يستقبل موجه زي شكل عامل زي الاريال او الانتنه بالظبط اللي كان موجود زمان. ومن النقطه دي بدات اجربه وانا مش شاكك ان في عفريت. يعني كانت القصه دي كانت نقطه محوريه او نقطه تحول. طيب الاسئله بقى اللي جايه لنا من اصدقائنا على الانستجرام بتقول بيستخدم في ايه البتاع ده؟ طيب هو زي ما كان بيستخدم زمان بيستخدم على البحث عن الاكتشاف. يعني ببساطه جدا لو اي حاجه موجوده او ضايعه مفقوده نقدر ندور عليها باستخدام البندول. فده التطبيق الاولاني، يعني ده التطبيق البسيط. طبعا تقدر بقى تطور هذه الفكره في البحث عن الترددات. خليني بقى اقف معاكم في الحته دي شويه عشان النقطه دي لو فهمناها هياخدنا هيودينا لمنطقه استخدامات قويه جدا وحلوه جدا ولطيفه جدا. البندول بيقيس التردد. يعني ايه؟ يعني لو انا الايباد اللي قدامي ده عايز اقيسه، فبمسك البندول وبفضل اطول الحبل بتاعه او الوتر بتاعه عند نقطه معينه هو بيلف. بس خلاص انا كده اصبحت اتعامل مع الايباد على انه هو البندول، هو ده التردد بتاعه، ده طول الموجه بتاعته. فده بقى طول الموجه بتاع الايباد. اذا كان ده طول الموجه بتاع الايباد والايباد بقى مش قدامي، يعني لو قلت لحسن ياخده دلوقتي ويخبيه هقدر اجيبه؟ طبعا اقدر اجيبه. ليه؟ لاني بمجرد ان انا بتتبع الاثر بتاعه، بتتبع المكان بتاعه، هل هذا الطول الموجي موجود هنا؟ وخدوا بالكم كل واحد فينا ليه الطول الموجي اللي لا يتشابه مع اخرين. يعني كل دي شفره. يعني طولك الموجي ده لا يمكن يتكرر في الكون تاني. يعني ممكن قبليه ب 2 مللي بعديه ب 3 مللي تلاقي طول موجي، ولكن ده مش بتاعك. بلس بقى انه هذا الطول الموجي يبقى مع حضرتك في شفرتك مهما حصل لك انت تغير. يعني لو ده طول الموجي فبعد 20 سنه يفضل ده طول الموجي. طبعا بيطرأ علينا بعض التغيرات الداخليه يعني، ودي قصه يعني متخصصه شويه. ولكن لو خبوا الايباد في المكان هنا فهعرف اجيبه. ودي واحده من البراكتس، يعني التمارين اللعب اللي بنلعبها مع اصدقائنا اللي بيحضروا معانا كورس البندول، ان احنا بنخبي في المكان حاجات وبنحط لهم صورتها على السكرين اللي ورايا دي، ونقول لهم باستخدام بقى نظريه الطول الموجي اللي انا شرحتها لكم مع البندول ده، يلا كل واحد يروح يدور على حاجه من الحاجات اللي احنا حاطينها في السكرين. فمجرد ان هو بيروح يقيس الطول الموجي، ودي حاجه تقدر تقيسها من الصوره مش لازم تكون لايف يعني. فمجرد ان انا مثلا عايز ادور على العصايه دي فبجيب الطول الموجي بتاعها، وبيبداوا بقى اصدقائنا اللي بيحضروا الكورس يدوروا. فبنبقى احنا مخبيينها بقى، حاجات تحت السجاده، وحاجات ورا مرايه الحمام، وحاجات في درج من الادراج، وحاجات في علبه البخور، وحاجات في البونبونيره، وحاجات ورا الشاشه. فيبداوا هم يدوروا وكل واحد بطول الموج. عايز اقول لكم ان بتبقى لعبه لطيفه جدا والجميع بيوصل. يعني عمرنا ما عملنا اللعبه دي في كورس من الكورسات والناس ما عرفتش تطلع الحاجات. واحده من اهم التطبيقات اللي بنستخدم فيها البندول هو البحث عن الاشياء المفقوده. طبعا تجارب كتير جدا بقى مع اصدقائنا اللي حضروا معانا الكورسات. فلوس عنوها في مكان ونسيوا، ذهب كانت مخبياه ونسيت كانت مخبياه فين. الحاجات دي كلها تقدر بمجرد انك تجيب الطول الموجي تلاقيه موجود. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه على طول اللي بعديها على طول دايما السؤال ده بيجي لي على طول، حكم استخدام البندول في الشريعه. بصوا انا هنا لست بمفتي، ولكن لو حضرتك سالت هذا السؤال لمفتي فهيقول لك وما هو البندول؟ هتقول له ده جهاز كانوا بيستخدموه المصريين القدماء في السحر، هيقول لك قطعا حرام. ما هو الطرح غلط. طيب لو قلت له بيستخدموا البوذيين في التمائم والقلائد وجذب الحبيب واكل الزبيب، هيقول لك طبعا قطعا حرام. ما هو حضرتك بتسال السؤال غلط. بس اذا قلت له ان ده جهاز ترددي بيقيس ترددات الاشياء ثم يمكننا من ان احنا ندور عليها، هيقول لك يعني الكلام كده ما فيهوش حاجه حرام. يعني ايه علاقه ده بالحلال والحرام؟ جهاز فيزيائي يا جماعه. يعني انا متفاهم طبعا انه جاي من حضارات ممكن تكون عليها تحفظات دينيه زي الهندوس والبوذيين ولكن احنا مش بنستخدم دين. احنا ما بنعزمش عليه عشان يبقى سحر. احنا ما بنقولش عليه. احنا دي قطعه حديده مربوطه بخيط، احنا بنطولها، هي بتبدا تلف تعمل لنا ترددات، تقيس الترددات بتاعه الاشياء. وبالتالي مفيش اي تحفظ خالص
من وجهة نظري طبعا، ولكن اي شيخ هتساله لازم هيسالك وهو بيعمل ايه. فلو احنا جينا النهارده وقلنا الايباد ده بيستخدموه البوذيين في معابدهم من اجل شرح المذهب البوذي، هل ده يعني ان الايباد حرام؟ لا طبعا. يعني بكل واحد يستخدم الايباد، ما المسلمين بيستخدموه والائمه على المنابر ساعات بيحطوه قدامهم ساعات عشان يفكرهم بالهايلايتس. ده ليس له علاقه اصلا بالاستخدام، وبالتالي لما نقول جهاز بيقيس ترددات يبقى هو جهاز بيقيس ترددات. فهتدخله بقى في منطقه اصل البوذيين بيستخدموه، اصل الصحراء بيعزموا عليه، ماشي. طب ما يعني الصحراء بتكتب على الورق، هل الورق حرام؟ كل حاجه واستخدامها يعني. وبالتالي يعني المنطقيه بتاعت هو ده حلال ولا حرام، هو ده في عفريت ولا ما فيهوش، هو ده بتاع الصحراء ولا لا، يعني دي منهجيه مش مظبوطه خالص. ولكن عشان بس نبقى متفقين، هل يساء استخدام هذه الاداه؟ هل يساء استخدام هذا الجهاز؟ اه طبعا بيساء استخدامه، كتير بيسيئوا استخدامه، زي ما كتير بيسيئوا استخدام السكينه وبيقتلوا بيها، كتير بيسيئوا استخدام العربيات ويموتوا بيها، كتير بيسيئوا استخدام الانترنت ويحطوا عليه حاجات يعني لا تليق. اذا القضيه ليست في الاستخدام. في مدارس كتير جدا بتعتبر انه لهذا البندول سره وحواره ولقائه الروحي واندفاعيته القويه اللي مش عارف ايه. بصوا يا جماعه، كل واحد يسأل عن طريقته. انا اللي اؤمن بيه تماما ان هذا جهاز ترددي، وهذا ما اعلمه للناس. وبالتالي لو في طريقه بتستخدم الطاقات الروحيه والتمائم العنقوديه والكائنات الفضائيه عشان تشغل هذا البندول، فيسالوا عما يستخدموه. انا بالنسبه لي بستخدم جهاز فيزيائي بغير الطول الموجي بيتحرك بطريقه مختلفه، بس هذا كل ما استطيع ان انا اطمنكم بيه. ف نرجع بقى للاستخدامات. واحده من اهم الاستخدامات بقى من منظور الطاقه الحيويه انه انا جسمي ليه تردد، وبالتالي اقدر اظبط كده الموجه اهو على ايدي بما انها جزء من جسمي، فده الطول الموجي بتاعي. الطول الموجي بقى بتاعي لما يبقى موجود اقدر اشوف اثر الاشياء عليه. يعني مثلا لو انا عايز امسك سلك الكهرباء ده وانا ماسك الطول الموجي، شوفوا مجرد ما بدات افكر بس في سلك الكهرباء بدات البندول يلف في اتجاه انتي كلوك وايز او ضد عقارب الساعه او اتجاه اليسار. ده معناه انه مجرد ما تجيب الطول الموجي بتاعك ثم تقترب من شيء يؤذيك، هو هيديك مؤشر انه هذا الشيء مؤذي. ومجرد ما تقترب من منطقه فيها ترددات تفيدك هيقول لك ان هذه المنطقه كويسه ليك لتردداتك. وده بقى واحد من الاستخدامات اللي كانوا المصريين القدماء بيستخدموا فيها البندول، قياس كفاءة الأماكن من منظور الطاقة. يعني إيه الكلام العظيم ده؟ يعني المصري القديم ما كانش بيبني في أي مكان، كان ليه اعتبارات دقيقة جدا في اختيار أماكن البناء. طيب كان بيعرف الأماكن دي منين؟ واحدة من الأدوات اللي كان بيعرف بيها مدى مناسبة المكان للنشاط اللي هيعمله هو هذا البندول. فكل الأماكن اللي كان بيختارها للمعابد كان بيستخدم فيها ادوات زي دي. انتوا عارفين كلنا دلوقتي لما بندخل المعبد بنجد فيه طاقه وترددات ورهبه واثر مش عادي. يعني الطاقه اللي بتبقى موجوده في المكان ده مش عاديه. الاحساس بتاعنا جوه المعابد العظيمه والمساجد القديمه والكنائس القديمه ده مش احساس عادي، ده مش ترددات عاديه. وبالتالي هذه الاماكن كلها كان بيتم اختيارها بالفكره اللي انا عملتها معاكم دلوقتي، انه انا بجيب الطول الموجي ليا كانسان ثم ابحث عن الاماكن المناسبه لتردداتي، فاذا وجدت هذه الاماكن بنيت فيها. ده الانسان البسيط الاولي، الانسان المبدئي البدائي كان بيبحث بالطريقه دي، يشوف الاماكن التي تناسبه باستخدام هذه النظريه او نظريه الترددات. حد يقول لي هم يعني كانوا عارفين الترددات والفيزياء والموجات زمان؟ هقول لك والله اللي بنى الهرم بنظريه هندسيه احنا لغايه دلوقتي مش عارفينها، مفيش بعيد عليه انه يكون فاهم الموجات او يكون في معنى ابسط حتى من كلمه الموجات وابسط حتى من نظريات نيوتن وبايثاغورس والنظريات النسبيه دي. ممكن يكون كانوا عندهم علم قد يكون اعمق بكتير حتى من اللي عندنا. وبالتالي
واحده من الاستخدامات هي البحث عن الاماكن التي تلائمني. واحده برضو من التدريبات اللي بنعملها في كورس البندول والقياسات الطاقيه، ان كل واحد بعد ما بيتعلم القياس بالبندول بنقول له روح بقى قيس مكان نومك، شوف هل في ترددات تفيدك في النوم ولا الترددات دي مش مناسبه اصلا. ويعني عايز اقول لكم بنكتشف اكتشافات عظيمه جدا. يعني اشخاص بتعيش فترات كبيره جدا نومها مش مظبوط في اماكن، ومجرد بس ما تغير المكان النوم يتظبط تاني، مجرد ما تبحث بالبندول عن اماكن مناسبه لنومها تنام عادي جدا. وبالتالي دي واحده من الاستخدامات بتاعت البندول. استخدامات البندول في العلاج والقياسات والطاقه الحيويه استخدامات كتيره جدا، والتطبيقات تطبيقات كتيره جدا. فلو حد فيكم عنده سؤال معين قولونا كده نرجع ونشوف لو في اي حد عنده اي استفسارات في هذه المنطقه يا ريت يبعتها لنا. طيب الانواع ده سؤال مهم جدا. هل في اختلاف بين الانواع المختلفه للبندولات؟ يعني البندول ده شكله بيفرق؟ طبعا شكله بيفرق، لانه زي اي جهاز استقبال بيختلف. يعني لو دي القطعه اللي بنقيس بيها غير لو دي القطعه اللي بنقيس بيها غير لو دي القطعه اللي بنقيس بيها. كل دي صور لمجموعه بندولات. طيب غير لو دي اللي بنقيس بيها غير لو دي اللي بنقيس بيها بندول اطلانتس ده، لو ده نوع من انواع البندولات، غير لو دي اللي بنقيس بيها ده شكل تاني. فعندنا اشكال بندولات كتير جدا جدا. غير لو ده البندول ال16 ده واحد من احب البندولات لقلبي يعني اللي بنقيس بيها. فهذه البندولات الكتير تختلف في القياس طبعا. طيب هل لكل واحده فيها وظيفه؟ طبعا. كل واحده من دول ممكن تقيس ترددات التانيه ما تعرفش تجيبها، ولكن الجميع يستطيع القياسات البسيطه. ما هو في برضه قياسات بسيطه وفي قياسات دقيقه يعني. وبالتالي كل هذه البندولات انا دايما بقول لاصدقائنا لو جبت تقل في خيط، اي تقل في خيط، عارفين اي تقل اي سلسله، عارفين السلسله اللي بتلبسوها دي تنفع تشتغل بندول. اي تقل في اي خيط يقدر يقيس الترددات بتاعه الاشياء. ولكن الفروقات البينيه اللي بين الحاجات دي وبعضها فروقات مرتبطه دايما بحساسيه الاستقبال. عارفين زمان لما كنا نجيب اريال قوي كبير خاماته محترمه وحجمه ضخم، فكان يلقط قنوات الاريال العادي ما يقدرش يجيبها. ولو رجعنا النهارده حتى للساتلايت واطباق الدش اللي احنا بنستخدمها، فكل ما الطبق حجمه اختلف واتجاهه اختلف كل ما قدر يجيب قنوات فضائيه مختلفه اكتر. وبالتالي هو ده بقى بالظبط فكره الانتنه، فكره انه ده عباره عن انتنه يا جماعه، ده اريال بسيط جدا. وبالتالي كل ما شكل الانتنه هيتغير كل ما هتقدر قدرتها والمدى اللي بتستقبل فيه هتكون اكبر بكتير. طيب هل الخامات بتفرق؟ الخامات بتفرق. طيب هل الاشكال بتفرق؟ طبعا الاشكال بتفرق. بس خلينا اقول لكم على حاجه يعني تشترك فيها جميع البندولات. خلينا افرجكم عليهم كلهم كده مع بعض واسالكم سؤال. مين شاطر يقول لي البندول الكريستال اللي واقع؟ ماشي، خليني اوريها لكم كلهم مع بعض كده واسالكم سؤال. ايه الحاجه المشتركه بين كل هذه البندولات وبعضها؟ شوف مين الشاطر اللي يعرف يجاوب. كل البندولات دي في حاجه واحده بس مشتركه بينهم وبين بعض، الماتيريال مختلفه، الاشكال مختلفه. يلا مين شاطر يقول لي؟ البندولات جميعها تشترك في حاجه واحده اهو. كلهم برغم اختلافهم الا ان كلهم بيشتركوا في حاجه واحده. مين هيقول؟ الشكل كلهم واحد؟ لا هم مش كلهم واحد، كلهم اشكال مختلفه. حسن بيحاول يجاوب وقام عرفت طبعا الاجابه، بس حسن لسه
سؤال طبعا حضرة الكورس يعني. ايوه قول يا حسن. الله عليك حسن، شاطر جدع حسن. الكل يا جماعه، كل هذه البندولات تشترك في صفه واحده، ان هي نهايتها مدببه. الحته دي لازم تكون شايفين اهو، ده مدبب، لازم نهايته تبقى مدببه. حتى الكريستال اللي وقع واتكسر مننا اهو، ده نهايته مدببه. حتى الخشبي ده اهو نهايته مدببه. الحجر اللي هو الاحجار الكريمه ده بيسموه بندول الشكرات السبعه، لانه هو فيه 7 شكرات، وكل شكره منهم بلون الشكره اللي موجوده في الجسم. فده برضو حتى ده بينتهي بشكل مدبب. ده البسيط خالص ده الجميل ده بينتهي بشكل مدبب. ال16 ده بتاع استاذي العزيز ربنا يديله الصحه دكتور ابراهيم كريم، بينتهي نهايه مدببه. الوجه بتاع الفراعنه بتاع المصريين القدماء بينتهي نهايه مدببه. كل البندولات يا جماعه كلها تشترك في الصفه دي. ليه بقى؟ وده بقى اللي بيأكد ان القياس هنا ترددي، لانه جميع هذه الاشكال لازم تنتهي نهايه مدببه عشان ما تخزنش تردد، ما تحتفظش بتردد. فلازم تكون النهايه دي نهايه مدببه عشان يبقى تفريغ الشحنات منها تفريغ سهل جدا، بمجرد بس ان هو ايه، تخبط بيه على حاجه او تلمسه في معدن او تحطه على الارض او حاجه زي كده. وبالتالي دي قصه البندول. البندول بقى في تطبيقه واحده من اعظم الحاجات، يعني انه محتاج ممارسه كبيره جدا وبراكتس عالي جدا جدا عشان توصل بيه لنتائج كويسه. اعتقد بقى في سؤال ممكن يطرح نفسه، بس اعتقد ان احنا كده ممكن نخليه بقى للويبينار او لللايف اللي جاي. هو هذا البندول بما انه كده بيعرف يجيب الحاجات المستخبيه، يعرف يقول لنا ايه اللي هيحصل بكره مثلا يقدر يقول لنا هو حماده ابني بيكذب عليا ولا مش بيكذب؟ يقدر يقول لي مثلا هو بيحبني ولا مش بيحبني؟ بتحبني ولا مش بتحبني؟ يقدر يجاوب على ده. اعتقد بقى الويبينار اللي جاي او اللايف اللي جاي ممكن نجاوب على الموضوع ده، ويودينا بقى الحته. اعتقد ان هي السؤال اللي قال ايه حكم استخدام البندول في الشريعه الاسلاميه، لان عندي قلق من البندول وايه اللي بيحركه. اعتقد ان هي دي بقى من الحاجات اللي ممكن تكون مسار اسئله بقى في الويبينار وفي اللايف الجاي. لو حد عنده اي سؤال، اللايف هيكون موجود على الصفحه ان شاء الله مجرد ما نخلص. كل الناس اللي ما حضرتش معانا اللايف وهتحضر التسجيل بعد كده وعايزه اي استفسار اي حاجه، يا ريت تكتب لنا تعليقات على نفس الفيديو ده، ويا ريت كمان تبعتوا لنا لو حابين اكتر، ابعتوا لنا على الرسائل بتاع الصفحه، والفريق هنا فريق الشباب في بايو سبيس هيتواصل معاكم عشان يديكم كل المواعيد بتاعه الفعاليات القادمه. عندنا ويبينار قادم ان شاء الله، وعندنا لايف كمان، وان شاء الله في نهايه الشهر او قبل نهايه الشهر بشويه هيكون عندنا كورس البندول والقياسات الطاقيه. سعدت بيكم جدا النهارده، سعدت باسئلتكم، سعدت بالتفاعل بتاعكم. ان شاء الله اشوفكم في فعاليات قادمه، في لايفات قادمه. اشوفكم على خير، مع السلامه.